أكد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد في تصريح للعربية تعرض 60 معتقل سعودي في سجون العراق إلى اعتداءات بالضرب المبرح والإهانات إثر فوز المنتخب السعودي على نظيره العراقي مساء الثلاثاء بنتيجة 2-0. هذا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم. صحيفة سبق الإلكترونية قالت إن أفرادا من قوات حرس السجون العراقية والطوارئ اعتدت على المعتقلين السعوديين بعد نهاية المباراة، قاموا بضربهم بالهروات والأسلاك الكهربائية. معي الآن عبر الهاتف من مكة المكرمة ثامر البليهد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق. أهلا بك معنا. هل تأكدت هذه الأخبار تعرض المعتقلين السعوديين إلى هكذا اعتداءات بسبب لعبة كرة القدم الأخيرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الاستضافة ومتابعة ملف المعتقلين السعوديين في العراق. فيما يتعلق التعذيب اللي الشباب السعوديين في العراق، عموما هذا ليس جديد. قبل 10 أشهر في مباراة الإمارات والسعودية كان الحكم سعودي، وبسبب أن الحكم سعودي وخسر منتخب العراق تم تعذيب مجموعة من السجناء السعوديين عددهم 20. هذه المرة دخل السجانون على مجموعة كبيرة من السجناء السعوديين وقاموا بضربهم بالهروات وقاموا بضربهم بالأسلاك وجعل الفوط على وجوههم وشدها بقوة مع التلفظ بالألفاظ السيئة وغيرها. هذا المسلسل يعني نحن لا ندعي أنه رسمي من وزارة العدل، لكنه أيضا لا بد أن ينتهي، ولا يمكن القول أيضا أن هذه تصرفات شاذة أو من أحد السجانين، بل هذه في كل سجن. أينما يذهب السجين السعودي إلى أي سجن من سجن العراق يحصل له هذا الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني خذ مثال بدر أوفان وعبد الله عزام، دخلوا في اليوم السادس عشر من الإضراب عن الطعام، وحتى الآن لم تزرهم أي لجنة حقوقية ولم يزرهم أي وفد من حقوق الإنسان في العراق. أستاذ ثامر، كان هناك نوع من الاتفاق، كان هناك مباحثات، لقاءات تخص مسألة المعتقلين السعوديين في العراق، إلى أين وصل ذلك؟ بالنسبة أتى وزير العدل الدكتور حسن الشمري إلى المملكة وتم توقيع الاتفاقية، وبممثلين من اللجان الأهلية عن المعتقلين السعوديين في العراق. تم لقاء دكتور حسن الشمري من قبل رئيس المجموعة المحامي عبد الرحمن زريف. كان اللقاء إيجابي وكانت وعودات طيبة جدا، ولكن يبدو أن هناك مطالب غير معلنة من الجانب العراقي فيما يتعلق بالاتفاقية، وهذا نحن نقول اتفاقية تبادل للسجناء لابد أن تبقى في الطابع الإنساني، لا تدخل في التنازعات السياسية بين بلدين. هذا ملف إنساني لابد أن ينتهي. الأمور السياسية تحل بين وزارتي الخارجية. طيب، نريد أن نعرف أعداد المعتقلين ومحكومياتهم والقضايا التي يعتقلون على أساسها أستاذ ثامر. فيما يتعلق بالمعتقلين السعوديين هم ما يقارب 60 معتقل سعودي. الغالبية العظمى منهم حكم على مادة 10 جوازات، هناك 10 موقوفين، هناك 5 حكموا بالإعدام، الباقي حكم على مادة 194 من القانون المدني العراقي القديم عام 2005، وهو مادة 190 مادة اشتباه بالإرهاب. أنا باسم مجموعة الجريد أقول عبر قناتكم، نحن مستعدون للترافع تطوعا عن أي عراقي في السجون السعودية. عندنا ما يقارب 120 عراقي في السجون السعودية. أي عراقي يدعي أو يثبت أنه تعرض لتعذيب أو لانتهاك أثناء الاستجواب أو أثناء الإيقاف، نحن مستعدون للترافع عنه وإبلاغ الجهات المعنية، ونفعل كل ما نستطيع من أجل هذا. عملنا إنساني، ولذلك نطلب من الجانب العراقي، نطلب من الدكتور حسن الشمري البت في هذا الموضوع. نعم. إلى متى والشباب السعوديين في أي سجن من السجون العراقية معرضون للتعذيب؟ الآن عندنا من 2006 سعد المصبح مات في السجون العراقية، حتى الآن لم نستلم جثمانه. عندنا مازن الحربي من عام 2007 مات في سجن سوسة، حتى الآن لم نستلم جثمانه. الشباب السعوديين في السجون العراقية نعم. يعاملون بطريقة غير إنسانية. طيب. ويحاكمون على الجنسية السعودية.
نعم، أشكرك على وجودك معنا من مكة المكرمة ثامر البلاهد، رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق.